السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اصدقائي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. ان شاء الله هعمل لكم النهاردة عيش البرجر في البيت بطريقة سهلة مبسطة وبدقيق عادي، والمكونات كلها متوفرة في كل بيت. وكمان كفاية ان هو حاجة نظيفة معمولة في البيت. انا عارفة ان الصيف داخل والاولاد بيحبوا الوجبات التيكاواي والخفيفة، وفي نفس الوقت الامكانيات ما تسمحش، وفي نفس الوقت احنا بنحب الحاجة دي نعملها في البيت عشان نبقى مطمنين واحنا بناكلها من مكوناتها ومن نظافتها ومن كل حاجة فيها. وعملت كمان الهمبرجر بيتي وعملت كل حاجة في البيت. يلا بينا نشوف الطريقة بعد 30 ثانية مقدمة القناة. مبدئيا هنقول بسم الله وما توفيقي الا بالله علشان ربنا يحسن ما بين ايدينا. عندي دقيق ريحانة 1 كيلو، هستخدم نصه بس او 3 كوبايات ونص دقيق فاخر استخراج 72%. انا بجيب كده، ممكن الاسم يختلف بس هو دقيق فاخر استخراج 72%. بالكوباية المعيارية 250 جرام هياخد 3 كوبايات الى 3 كوبايات ونص، وده هيكون معيار النص كيلو. هستخدم معايا خميرة فورية دريم، وهستخدم كيس فانيليا، وهستخدم بيضاية، وهستخدم نص كوباية من المية الدافية علشان أدوب فيها السكر والخميرة. تمام. وهتكون معايا زيت، هستخدم معلقتين من الزيت أو حسب الحاجة، معلقة شاي ملح أو معلقة ونص على حسب الرغبة، وعندي معلقة كبيرة أو معلقة ونص من السكر على حسب الرغبة. يعني أنا حطيت معلقة ملح ومعلقة ونص سكر عشان حبيت أزود السكر شوية. وبولة مغسولة ونضيفة، ونغسل إيدينا ونبتدي علشان نشتغل. عيرت القيمة بتاعتي بالكوباية وحطيتها في البولة. تمام. ودلوقتي هبتدي ان انا احط السكر ونص معلقة من الشاي خميرة في نص كوباية المية، يعني ربع كيس الخميرة. تمام، لان انا معايا نص كيلو دقيق، ومعلقة الخميرة بترفع كيلو دقيق، وكيس الخميرة 2 معلقة بيرفع 2 كيلو دقيق. تمام. فانا استخدمت نص معلقة على المية وحطيت السكر وقلبتهم وسبتهم يتفاعلوا. جبت هنا الدقيق ونخلته وحطيت عليه ملح وحطيت عليه البضاية وحطيت عليه 3 معالق من الزيت. ودلوقتي هبتدي ان انا اقلبهم. وطبعا الخميرة دلوقتي معايا اتفعلت، هبتدي ان انا انزل بيها على العيش او عجينة العيش بتاعتي. نزلت بالنص كوباية الخميرة. طبعا انتوا كنتوا شفتوا الفوم او الفوليوم اللي فوق الخميرة، وده اللي بيقول ان الخميرة شغالة وفعالة. تمام. هبتدي دلوقتي ان انا اعجن بايدي، قعدت اعجن فيها لحد ما بقت كده ملساء ناعمة عاملة زي الملبن معايا. تمام. وفيها مطة. لو الايد يعني شوفوا كل اللي ما بقاش حاجة بتلزق في ايدي. بصوا انا بحط ايدي اهي ما بتلزقش، هي كده مظبوطة. طب بتلزق، عايزة معلقة زيت مثلا. تمام. طيب تخينة تقيلة، بزود مثلا حتة سنة سوائل مية. تمام. بصوا طلعت من البولة مفيش حاجة في البولة. بتني اسايس العجينة لان في دقيق غير دقيق، في دقيق بيشرب مية وسوائل، في دقيق بيبقى شوية دقيق عشان يلم. هتني اسايسها لحد ما تبقى معايا كده ناعمة وجميلة. في الوقت ده هغطيها وهسيبها علشان تخمر. هسيبها نص ساعة تخمر، وفي الوقت ده هروح اجيب الصينيتين بتوعي اللي هخبز فيهم وادينهم دهنة من الزيت عشان ما يلزقش فيهم العجينة. وهنا العجينة بعد ما خمرت جبتها وقطعتها الى 9 قطع عشان هعمل 9 ترغيف. انتوا عايزين تعملوا رغيف كبير اعملوا، قطعوا العجينة زي ما انتوا عايزين تعملوها 7 ترغيف، عايزين تعملوها 5، انتوا حرين. انا عملت على الرغيف اللي احنا بنحبه عندنا في البيت، كل واحد يقطع حسب رغبته. بجيب الرغيف وامسكه معايا المه جوه بعضه بالشكل ده كده. بروح ماسكاه لما اعمله بقجة، ومن ورا كده الم البقجة دي كده على بعضها. تمام، عشان يديني الشكل المستدير. وبعدين ببطط البقجة دي بايدي، وده الجزء اللي هيكون تحت في الصينية. تمام. وهبتدي احطهم كده. انا خلصت اهو كل الكمية. مفروض ان انا هغطيهم بفوطة دلوقتي وهسيبهم علشان يرفعوا. تمام، يعني يخمر يقبوا ينفشوا بمعنى اصح، ياخدوا هوا. اوكي.
فانا هغطيهم بفوطه وهسيبهم كده بتاع نص ساعه لساعه لحد ايه ما يقبوا لفوق على حسب وقتك ومساحتك. هنا بعد ما قبوا لفوق شويه وحجمهم تضخم بالنسبه لي انا شايفاهم، حطيت على وشهم سمسم. تمام. انا ما دهنتش الوش اي حاجه لان انا ما بحبش ادهن الفينو او الكايزر اي حاجه، بحبه بطبيعته كده. لو انتوا عايزين تدهنوا ممكن معلقه لبن كده وتدهنوا، ممكن بصفار بيضه، بس انا ما بحبش الحاجات دي، ممكن تعملوها حضراتكم. وهنا شغلت الفرن بتاعي وبدأت ان انا ادخل العيش بتاعي على الرف الاوسط علشان خاطر يتخبز. ما شغلتش خالص الشواية، حطيته في الفرن على درجة الحرارة العادية اللي هي 200، وسبته قفلت عليه وبقيت اولع النور كده واشوفه من بره لحد ما قب وبدأ ان هو يستوي. تمام. بتتابعوه في اللحظة دي لحد ما وصل معايا للون ده بالشكل ده، هو كده بالنسبة لي تمام. لما بيطلع في المرحلة دي بسيبه علشان يهدى وغطيه بحاجة علشان خاطر ما ينشفش، عشان لو سبته يعني هو ينشف كده من غير ما اغطيه بحاجة هتبص تلاقيه نشف معاك. ودي اي حتى الفينو اي حاجة اي حاجة فيها مخبوزات دي الطريقة الصح بتاعتها. هغطيه دلوقتي بفوطة واسيبه دلوقتي يعني يبرد شوية ويتهوى شوية، وفي نفس الوقت ايه عشان ما ينشفش. وهروح اجهز البرجر بتاعي اللي انا هنزل لكم اللي هو الفيديو بتاعه في الديسكريبشن تحت. وهنا بعد ما خلاص كان نشف وتهوى معايا ده بقى شكله. طبعا لو انتوا عايزين الرغيف اكبر شوية هتقطعوا العجينة على قطعيات اكبر شوية. تمام. شايفين الرغيف معايا تمام كده؟ انا بالنسبة لي هو كده كويس، هو قد نص كفة الايد. ماشي. هبتدي ان انا افتحه بقى نصين وهبتدي ان انا اشتغل فيه واحط فيه الحاجة بتاعتي. هنا اهو بصوا لو لما برد عايزه اوريكم ان هو طري، يعني لما نشف وانا حطيت عليه فوطه بقى طري. بصوا العجينه مليانه مليانه لحم وقطنيه من جوه وهشه، مش اللي هي حاجه مكتومه او رزله او لا خالص، حاجه اهو طريه وهشه ومعبي لحمه اهو، يعني مش مفرغ من جوه خالص. انا كنت بوريكم قد ايه ان هو قطني وقد ايه ملمسه ناعم. تمام. هجهز بقى العيش بتاعي وهبتدي ان انا خلاص كنت خلصت البرجر، وهبتدي اعمل السندوتشات بتاعتي عشان احضر الطعام بتاعي. وكفايه ان هي حاجه انت عاملاها في البيت. انا بحب ريحه المخبوزات في البيت جدا، بتدي كده تحسي ريحه كده وفرحه وخير، وتحسي انت مرتاحه ان انت عامله الحاجه بايدك. هنا خلاص كنت خلصت البرجر، رصيت بقى رق من البرجر مع كاتشب مايونيز رق من الخس وقفلته. وكده خلاص خلصت وصفتي للنهارده، وارجو ان هي تكون تنال على رضاكم واعجابكم. ولو بتتفرجوا عليا لحد هنا اشكر حضراتكم على المتابعه والمشاهده، متنسونيش في اللايك والشير عشان الفيديو يترفع لاكبر عدد ممكن. وبكده تكون خلصت وصفتنا النهارده، واشوفكم ان شاء الله في وصفه جديده تعجب حضراتكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.